النهاردة معادنا مع حلقة الرفاهية اللي هتودينا في داهية. عارف ليه دايما بنفشل في العادات الكويسة وبننجح بجدارة في العادات السيئة؟ ليه الناجي تقيل على قلبنا والموبايل سهل زي شوربة المية؟ النهاردة هنفك شفرة العادات الذرية في جزءها الرابع. جهز قهوتك المظبوطة وركز معايا في الزتونة اللي هتغير يومك 180 درجة. في عالم العادات الذرية النهاردة دحيح برو جاي يقولك إن عقلك ده كسول بالفطرة، ومش عيب فيه، ده نظام حماية قديم من أيام ما كان الإنسان بيطارد فريسته في الغابة. العقل بيحب يوفر طاقة، وأي حاجة فيها مجهود بيعتبرها عدو. عشان كده لو أنت عايز تنجح لازم تلعب على عقلك مش تروح تصارعه. صلب الموضوع، جيمس كلير في كتابه بيقول لنا قاعدة ذهبية: لو عايز تكتسب عادة اجعلها سهلة، ولو عايز تتخلص من عادة اجعلها صعبة. بسيطة صح؟ بس تطبيقها هو السحر بعينه. عقلك دايما بيختار الطريق اللي خطواته أقل. لو عايز تاكل سمك الأسهل تصيده ولا تطلبه من أبليكيشن؟ طبعا الأبليكيشن. عشان كده الدليفري والموبايل بقوا عادات مسيطرة لأنهم سهولة مفرطة. إزاي نطبق ده على العادات الكويسة؟ النادي مثلا، بدل ما تخلي النادي هو البعبع اللي محتاج 10 خطوات، تجهز شنطة، تنسق لبس، تروح بعربية، خليه سهل. قاعدة 1%: جهز لبس النادي والشنطة من الليلة اللي قبلها وحطهم قدام الباب. العادات الذرية: أول ما تصحى البس لبس التمرين فورا، عقلك هيقولك خلاص احنا لبسنا، مكسل تنزل ليه؟ تقليل الخطوات: لو النادي بعيد اشترك في أقرب مكان ليك حتى لو أصغر، المهم تقلل مقاومة الطريق. إزاي نطبق ده على العادات السيئة؟ الموبايل والدخان. هنا بقى هنصعبها على عقلنا الكسول. إدمان الموبايل: لو الموبايل واكل وقتك خليه في أوضة تانية خالص وانت بتذاكر أو بتشتغل، عقلك هيكسل يقوم يروح يجيبه فهتكمل شغل. الدخان: لو عايز تبطل ما تخليش السجاير في جيبك، خليها في العربية تحت، كل ما تعوز تدخن هتضطر تنزل وتروح وتجيب. المشوار ده كفيل يخلي عقلك يقولك فيكس، مش لازم دلوقتي. تطبيقات التوصيل: امسح الابليكيشن، عشان تطلب هتحتاج تنزله تاني وتدخل بيانات الفيزا. التعقيد ده هينقذك من صرف فلوسك في الأكل الجاهز. الزتونة: الواقع أجمل بكتير من الشاشات يا صديقي. الرياضة، الرسم، السباحة، وحتى قعدة الصحابة من غير موبايلات بتدي دوبامين حقيقي مش مزيف. عقلك متبرمج على الراحة، بس السعادة الحقيقية في الإنجاز اللي بيجي بعد شوية مجهود. في النهاية يا صديقي، أنت أقوى من أي عادة. السر كله في البيئة اللي حواليك. سهل الحلو وصعب الوحش وهتلاقي نفسك بتتغير من غير ما تحس بمجهود غبار. قول لي في التعليقات ايه العادة اللي قررت تصعبها من النهاردة، وايه اللي هتسهلها. أشوفكم الحلقة الجاية، سلام.